السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده مع شيواز خديجه التقومه. الوصفه ديالنا اليوم هي ميني بسطيلات صغار ديال الحوت بالقمرون اللي كيجيو رائعين شكلا ومذاقا وبشكل جديد، يعني بلا ما تعذبوا طويوهم. يعني انتم كيف كتشاهدوا كيجيو في هذا المول ديال الكاب كيك، كيجيو الشكل ديالهم كيجي رائع البنات. نتمنى تبارطاجيوهم مع الاصدقاء ديالكم، ما تنسونيش من لي لايك، واللي يدخل عندي جديد ما ينسانيش من الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. وندوزو دابا المكونات وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. كيف كتشاهدوا عندي شعريه صينيه كل باكيه فيها 125 غرام، كنديروها في واحد الاناء وكناخذوا كاسرونه وكنضيفوا فيها الماء وكنضيفوا فيها قشور ديال الكروفيت اللي نقينا وكنديروه فوق البوطه البنات حتى يغلى لينا، يعني يبدا يغلى يخرج هذوك المكونات ديالو. عاد كنخويوه على هاد الشعريه الصينيه، كنصفيوه هانتوما كيف كتشاهدوا، ونخويو على هاد الشعريه الصينيه نخليوها واحد 5 دقائق بما ترخفات، ونمشيو نحضروا الحشوه. كناخذوا مقله وكنضيفوا فيها 2 بصلات البنات متوسطين هانتوما كيف كتشاهدوا. كناخذوا قليل من الملح على حسب الذوق، كناخذوا واحد نص معلقه صغيره ديال البزار، واحد القليل من الزيت المائده، وكنديروه فوق البوطه البنات حتى تتشحر لينا هاد البصله شويه. عاد نضيفوا فيها عندنا هنا القمرون البنات اللي عندنا 700 غرام ديال القمرون. انا ضفت 700 غرام تاع القمرون، وعندي 2 فصوص ديال الثوم راهما كيبانوا ليكم البنات محكوكين. عندي واحد معلقه كبيره ديال الزبده، وهنا البنات نقصوا شويه البوطه حتى نكملوا المكونات ديالنا ديال التوابل. عاد نزيدوا في البوطه. عندي هنا سكنجبير 4 معالق صغيره، نص معلقه صغيره ديال قزبر مطحون هانتوما كيف كتشاهدوا يابس، وعندي ورقه سيدنا موسى، وعندي واحد معلقه صغيره ديال صوص صوجا، وعندي قليل من الزعتر البنات كنديروا ما بين يدي وكنضيفوا معاه اللي كيعطي واحد النسمه زوينه. عندي هنايا واحد نص معلقه صغيره ديال التحميره الحاره او السودانيه، وضروري الحار، انتم عارفين في الحوت خاص ضروري الحار. عندي هنا واحد نص حامضه اللي عصرتها هانتوما كيف كتشاهدوا. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان. ملي كنخلطهم البنات عاد كنزيد في البوطه باش ما يطلقش ليا داك الكروفيت، ما يطلقش ليا الماء هانتوما كيف كتشاهدوا. كنخليه حتى تيشرب ليا هذوك المكونات يشربوا مع بعضياتهم صافي. البنات كنجهد البوطه ما كنخليهاش ناقصه صافي. هنايا كيف كتشاهدوا كنزيد الزيتون مقطع واحد القليل، واحد 3 المعالق هكاك تقريبا ديال الزيتون مقطع. وهذاك الماء البنات ديال القشور ديال الكروفيت راه ما ضيعتوش ما رميتوش. كنديرو هنايا غندير كغاطا كنسلق به هاد المقرونه هذه المجعبه، كيجي رائع النسمه كيعطيها رائع اكثريه، حيت غندير كغاطا ديال الطون. كيف كتشاهدوا هنايا ضفت الفرomاج احمر، ضفت واحد تقريبا 3 المعالق ديال الفرomاج احمر كبار وخلطتهم. وهنا البنات راني صفيت هنايا الشعريه الصينيه تصفيتها من الماء، وهانتوما كيف كتشاهدوا كناخذها وكنقطعها ما بين يدي، ولا تقطعوها بالمقص لكم الاختيار باش ما تبقاش لكم طويله. هنايا راه خليت الحشوه ديالي على جنب حتى تبرد ليا، وهنا راه تنقطع في الشعريه الصينيه هانتوما كيف كتشاهدوا. صافي البنات ملي قطعتها راه خلطتها مع الحشوه، ولكن ما درتش الكميه كامله، خليت واحد تقريبا واحد القليل، يعني خديت القياس وما درتش هذوك الكميه 2 الباكيات اللي وريتكم عفوا ما درتهمش كاملين. هنايا زدت واحد القليل من زيت العود صافي، وخلطت الحشوه وخليتها على جنب، وجيت هنا
باش نقطع معكم الورقه كندير 2 ورقات. هانتوما راه وريتكم يعني 2 ورقات ملاصقين، ما كندهنهم ما والو، مدهونين هما بالزيت، يعني بلا ما ندهنهم بالزيت. كناخذ هذا الاطار، هذا الاطار، ولا عندكم شي غلاقه كتراصيو بها عاد كتقطعوا بالمقاس، ولا يعني لا عندكم هذا الاطار احسن كيساعدكم. والاطار يكون كبر من هاد المول اللي عندنا ديال كاب كيك باش يجيونا هما هادوك. كيكون خاصو تكون الورقه كبر من المول اللي عندنا البنات. هذيك الحفره ديال المول كتكون كبر. هانتوما كلشي واضح في الصوره. ملي كنجيو نقطعوا البنات ما كنقطعوش من الجانب، دوك الجوانب تيكونوا حرشين، كنجيو الوسط وكنعبروا باش يجيونا 2 قطع. هانتوما باش ما نضيعوش الورقه بزاف، وديك الورقه اللي كتبقى لينا يعني راه غنديروها غنستعملوها، ما تضيعش لينا البنات. هذيك الحشوه اللي كتبقى كنعمروا، الحشوه اللي كتبقى كنعمروا بها نيت هذاك الورقه اللي بقات لينا. هانتوما كيف كتشاهدوا كنبدا نقطع حتى تنكمل الورقه اللي عندي كامله. نسيت ما قلت لكم البنات على الورقه، الكيبيان اللي عندي في الورقه عندي نص كيلو ديال الورقه. صافي البنات كنجيبوا هذا المول ديال الكاب كيك وكناخذوا الورقه وكنديروها فوق هذيك الحفره، وكنشدوا الكاس ديال العنبه ولا اي كاس عندكم، يعني كنضغطوا عليه من الوجه ديالها، كنضغطوا عليها كندخلوها وكتعطينا هذا الشكل هذا. سمحوا لي على التوضيح، يعني كل شيء واضح في الصوره. انتم كيف كتشاهدوا كندخلوا الكاس على الورقه، كندخلوه في ديك الحفره. انتم كيف كتشاهدوا صافي كتعطينا هذا الشكل هذا اللي زوين البنات، كيعطي واحد المنظر رائع وبلا عذاب بلا طويان يعني ديال البريوات ولا البسيطلات ولا، يعني هذا الشكل كيعطي شكل زوين. انتم كيف كتشاهدوا صافي حتى تنكمل المول اللي عندي. انا راه خرجت ليا شي 34 وحده البنات هاد الحشوه اللي درت. والبنات لكم الاختيار يعني في الحشوه. انا هنا عمرت بالشعريه الصينيه والقمرون، لكم الاختيار في الحوت، يعني تقدروا تنوعوا في الحوت، تقدروا ديروا غير الصدر ديال الدجاج، تقدروا تعمروه باي حاجه بغيتوا، بالخضار. يعني هذا الشكل كيجي زوين البنات ودغيا كيوجد يعني بلا ما حيت هذوك الطويات ديال البريوات ولا البسيطلات ولا هذا كيديو شويه الوقت. المهم هنايا كناخذ فرماج احمر ملي كنعمرهم وكنديرهم على كنغطي الوجه ديالهم. وهنا راه البنات كما كتشاهدوا الورقه اللي شاط ليا يعني كنقادها بهذه الطريقه هذه، وكنكمل بها الحشوه اللي بقات عندي ما كيضيعوش، يعني الورقه ما كتضيعش. هنا راه البنات راه كنكون مسخنه الفران من قبل 180 درجه، وكندخلهم البنات حتى يتحمروا لينا، غير نشوفوهم تحمروا لينا صافي وكنخرجوهم وبصحه والراحه. هما هنايا البنات خرجتهم طابوا ليا وخرجتهم وخليتهم حتى بردوا ليا شويه. انتم كيف كتشاهدوا كيجيو مقرمشين وكيجيو رائعين في المذاق، رائعين غير جربوهم وما غتندموش. نتمنى يعجبوكم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. ما تنسونيش من لي لايك، واللي يدخل عندي جديد ما ينسانيش من الضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. كنشكركم على التعاليق الزوينين اللي كتحفزني نزيد نعطي ما عندي، والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.